دلوقتي هنبدأ نعرف الكوماند او السي ال اي كوماند اللي احنا هنحتاجه عشان نعمل السي بلس بلس باكج بتاعتنا. طيب عشان تقدر تعمل سي بلس بلس باكج فأول حاجة انت بتحتاج تكتب الكوماند ده روس2 باكج كرييت. يبقى ده الكوماند الاساسي اللي انت بتستخدمه. الكوماند ده عموما موجود في الاثنين، في حاله انك هتعمل سي بلس بلس باكج او بايثون باكج لازم هتكتب روس 2 باكج كرييت. تمام، يبقى ده البيز كوماند بتاعنا. بعد كده بتحدد له بيلد سيستم اللي انت هتستخدمه. انا عايز بيلد او هعمل سي بلس بلس باكج، فالباكج دي البيلد سيستم بتاعها زي ما قلنا قبل كده هو امنت سي ميك. فهعمل داش داش دي واديله الاوبشن بتاع بيلد تايب واقول له البيلد تايب بتاعي في الحاله دي هو امنت سي ميك. لما انا بقول له الكلام ده هو باي ديفولت عرف او انترنال يعني عرف ان دي هتبقى سي بلس بلس باكج، فهيكرييت الفايلز الخاصه بالسي بلس بلس زي السي ميك ليست دوت تي اكس تي. طيب ايه تاني محتاج اعرفه في الكوماند ده؟ عندي في اوبشن تاني، طبعا في اوبشنز كتير، انا بس حاطط لكم المين اوبشنز يعني او الحاجات الاساسيه اللي انت ممكن هتستخدمها. في اوبشنز تانية ممكن تبقى تجربها بعد كده بنفسك، هوريها لكم لما نفتح التيرمينال تشوف كل واحد بيعمل ايه يعني. الاوبشن اللي بعد البيلد تايب هو الديبندنسيز، وده مهم ان انت تقول له الديبندنسيز اللي انت هتستخدمها في الباكج دي. تمام، لانك لو ما حددتش الديبندنسيز، مثلا لو انت جيت تستخدم ار سي ال سي بي بي روس كلاينت لايبراري بتاعت السي بلس بلس، لو جيت تستخدمها جوه النود وانت مش محددها في الديبندنسيز ممكن تلاقي ايرور طلع لك. فالجزء بتاع الديبندنسيز ده مهم جدا. فطبعا دي سي بلس بلس باكج اكسبكتد ان هيبقى جواها سي بلس بلس نودز. تمام، منطقي جدا يبقى جواها الار سي ال سي بي بي، والمفروض كمان نضيف معاها الستاندر مسجز او اي تايب اوف مسج يو ويل يوز. يعني ممكن هنا تضيف ديبندنسي زياده، انا بس حاطط ده كاكزامبل يعني، بس ممكن هنا تعمل سبيس. تمام، وتحط الستاندر مسجز او تحط بقيه الديبندنسيز اللي انت محتاجها. الجزء بتاع الكوماند اللي بعد كده هو مش اساسي بس انا حاطه لكم يعني بحيث تبقوا عارفينه. اللايسنس، لان كل سوفت وير بتعمله المفروض بيبقى ليه لايسنس معين. في تايب اوف لايسنس كده ممكن تبقوا ابعت لكم لينك او زي دوكيمنت تبصوا على اللايسنس وكل واحد خاص بايه. بس في مثلا حاجه زي الام اي تي ده بيبقى ريليتد بالحاجات الاوبن سورس، في كذا لايسنس، في اباتشي، في كذا حاجه بيحدد لما انت تيجي تستخدم الباكج دي او يوزر تاني جاي يستخدم الباكج دي يبقى عارف اللايسنس بتاعها ايه. هل هي كوميرشال يقدر يستخدمها في كوميرشال يوز، ولا هي مقتصره بس على البيرسونال يوز. فدي اللايسنس دي بتبقى مهمه اكتر في جزئيه اليوزرز اللي هيستخدموا الباكج بتاعتك دي. وطبعا لو هي في برودكشن، لو هي مستخدمه مثلا في شركه او حاجه، هتلاقي اللايسنس طبعا مش اوبن سورس. الباكج دي بتبقى معموله بحيث ان هي تستخدم مثلا جوه الشركه بس. بس هي في الاخر يعني اللايسنس اوبشن ما بيأثرش على حاجه في البيلد فايل او في الباكج بتاعتك يعني. طيب اخر حاجه بقى او اخر جزء، طبعا انت ممكن تحط اوبشنز هنا كتير زي ما قلت قبل كده، بس في الاخر خالص انت بتحط بقى الاسم بتاع الباكج بتاعتك. فانا مثلا هنا الباكج دي انا هسميها ماي فيرست سي بلس بلس باكج. تمام، ده هيبقى الاسم بتاع الباكج بتاعتي. فلما انفذ الكوماند ده على بعضه كده، الاكسبكتد عندي ان انا هلاقي فولدر او دايركتوري موجود جوه الاس ار سي بنفس الاسم ده. خلينا نفتح التيرمينال. خلينا نعمل بقى الباكج السي بلس بلس باكج دي. فاول حاجه محتاجين نعملها، احنا عملنا اوريدي الورك سبيس، فاول حاجه هنتحرك للورك سبيس دي احنا مسمينها روست ورك سبيس. هل ابدا انفذ الكوماند بتاع الباكج كرييشن هنا؟ لا ما ينفعش، لان ده زي ما اتفقنا الدايركتوريز اللي موجوده هنا هي البيلد والانستول واللوجز والاس ار سي. فزي ما اتفقنا انا الشغل بتاعي جو كله بيبقى جوه الاس ار سي دي، فهتحرك تاني بالسي دي تشينج دايركتوري واتحرك جوه الاس ار سي. وهنا بقى اقدر انفذ الكوماند بتاع روس 2 باكج كرييت. فهبدا اكتبه روس 2 باكج، هو اصلا بي اوتو كومبليت معاك كرييت. تمام، لو انا عملت دوست على دبل تاب هلاقيه حط لي كل الاوبشنز الخاصه بالكوماند ده اللي هو روس 2 باكج كرييت. خد بالك ان هنا خلاف روس 1 يعني
بيبقى في سبيسز وانت بتعمل الكوماندز. ده هتلاقيه في معظم الكوماندز الخاصه بروس 2. يعني حتى وانت بتران نود او بتران لانش فايل هتلاقي دايما في سبيسز. يعني هي مثلا روس 2 بعد كده سبيس بعد كده باكج بعد كده كرييت، مش لازقه في بعضها زي ما كان في روس 1 يعني. فزي ما كنت بقول لكم هنا مثلا عمل لي ليست لكل الاوبشنز. في اوبشنز ان انت تقدر تحدد النود نيم، ان هو يعمل لك النود اصلا ويحط لك النود بالاسم بتاعتها. المانتينر، الشخص اللي هيعمل المانتين ده، زي ما اتفقنا ان المانتينر نيم والايميل والحاجات التفاصيل دي بتبقى موجوده في الباكج دوت اكزامل، فهو ممكن يحط لك على طول لو انت دخلت له في الكوماند. في اوبشنز كتير يعني. فخلينا اول حاجه نحدد البيلد سيستم، ده اهم حاجه، او البيلد تايب. في البيلد تايب بتاعي اتفقنا ان هو امنت. هتلاقيه لو انا دوست دبل تاب هيقول لي انت عايزه امنت سي ميك ولا امنت بايثون، فهقول له امنت سي ميك. طبعا زي ما توقعته يعني امنت سي ميك، او زي ما قلنا قبل كده امنت سي ميك ده خاص بالسي بلس بلس باكج. لو هي بايثون باكج هتبقى امنت بايثون. بعد كده الديبندنسيز، الاوبشن dependencies. تمام. هنقول له RCL CBB. بعد كده عايز احط dependencies تانية سبيس واكتب الديبندنسيز اللي بعدها سواء messages او اي حاجة. بعد كده هقول له license IT. وبعد كده هديله بقى الاسم بتاع الباكج بتاعتي. الباكج بتاعتي اسمها my first CBB package. تمام كده. وبعد كده ادوس انتر هلاقيه ابتدى يكريت الفايلز اللي جوه الباكج دي. لو عملت ls list الدايركتوريز والفايلز اللي موجوده هلاقيه اوريدي عمل لي الباكج بتاعتي my first cpp package. لو اتحركنا جواها وعملنا list برضو للدايركتوريز هنلاقي ايه؟ الدايركتوريز والفايل اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. هنلاقي عندنا ال src package.xaml واللايسنس، لان انت حددت اللايسنس فبيتعمل فايل خاص باللايسنس بتاع الام اي تي. تمام. بيليست فيه ايه اللايسنسز المسموحه او ايه الاستخدام المسموح للباكج دي. وعندي الانكلود اللي اتفقنا فيه الهيدر فايلز. وعندي ايه؟ السيميك ليست اللي بحط فيه السي بلس بلس فايلز بتاعتي عشان تعمل لها اكسكيوشن. طبعا زي ما اتفقنا لما احتاج بقى اكتب نودز فهتحرك جوه الاس ار سي دي وابدا اكريت الفايلز بتاعتي. طبعا لو عملت ال اس دلوقتي هلاقي فاضي مفيش